السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم سند أيوب للطبخ والحلويات. مرحبا بليزابوني اللي دخلوا معايا جدد، ونشكركم على التفاعل. هذه القناة قناتكم، راها قناة جديدة وتحتاج منكم الدعم. البنات إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله بارتاجيو صحاباتكم، ومرحبا بالناس كامل. إن شاء الله حنستفيدوا مع بعضنا ونفيدوكم بجديد. راح تكون دروسات جديدة رمضان وراس العام. نبداو على بركة الله. اليوم ان شاء الله راح نحضروا مع بعضنا غريبية الورقة. هذه الوصفة اقتصادية وراقية، راح تحمر لك وجهك. هذه الوصفة للأمانة تاع ناس الهمة والشان، ناس قسنطينة، محال تختارهم فيها راسهم ومناسباتهم. انا شخصيا اعتمد عليها في قهوة العصر ولا نشربها حليب صباح. مرحبا بكم البنات. نبداو بسم الله على بركة الله. في المقادير هنا عندنا 3 كيلات كاوكاو محمص رحيتو بكشورو حتى تحصلوا على هذا لاكولور دوري. هنا 3 كيلات نفس الكيلة نكيل باها سكر غلاس نقص صباع، نفس الكيلة تاع الكاوكاو نقصوا منها صباع سكر. اللي ما عندهاش هذا السكر غلاسي دير سكر عادي. هنا 3 كيلات هذوك تاعي حوالي رطل البنات. الكونتيتي هذه تاع الكاوكاو والسكر ما ترحيوهاش كامل فرد خطره، راح يتعب الاشوار تاعكم. رحيو قسموها على 3 ولا 4 مرات، رحيو بالعقل. هنا ضفت 2 مغارف كبار تاع زيت وبقيت نرحي. الزيت هذاك راح يعاون لي الكاوكاو باه يولي امبات ونقدر نتحكم فيه ونشكله كيما نحب. اللي عنده ميكسور مليح ولا لاشواط تاعها مليح، انا تايتاب سي با لا بين تزيد هذيك 2 مغارف اللي درتهم انا تاع زيت. راح تتحصل على نفس النتيجه، سيرتو اذا كان الكاوكاو تاعها سخون وترحيه كيما هكا بشويه برك ايطاب بار ايطاب، راح تخرج لكم نتيجه روعه. درك البنات وانا نرحي في هذا الكاوكاو ونضيف في الزيت، راح نحطو الكونتيتي اللي رحيتها نحطها في ساشي ونخليها ترتاح هكا البنات. نرحيه حتى نتحصل على هذه النتيجة. رحت هنا في قصعة درت 3 كيلات تاع فرينة ماما. هنا نفس الكيلة اللي كيلت بها الكاوكاو كيلت بها الفرينة وصفيتها باه نتحصل على امبات ليس، وراح تساعدني في الخدمة وتمشي معايا فاسيلمون. هنا تاني راني ضفت كيلة تاع زبدة ذايبة وتكون باردة. اللي عندها زبدة وسمن تخلط، واللي تحب تدير الزيت وزبدة راح تحصل على نفس النتيجة. انا استعملت هنا زبدة طلابيل حتجيني بنينة. نحاول اني ندخل هذيك الزبدة في لاباط تاعنا نبسسها مليح حتى تتشرب لي هذيك الزبدة كاملة وتمشي معايا هذا لاباط من بعد فاسيلمون وما تهبنيش. دونك البنات ضفت هنا رشة برك تاع ملح، وهذيك الكيلة اللي كيلنا بها لاباط ولا فارس تاع الكاوكاو راح تكون معمرة ماء ميلونج بين الماء والماء زهر، ونضيف بشوية برك البنات بسكل وحدة. والفرينة اللي استعملتها كاينه فرينه تشرب وكاينه فرينه لا انني مانيش نجم في لاباط البنات، اني نلم فيها برك بيسك هذه لاباط تاجن روحها بروحها ما تاجنش. هذاك ما بقى لي من هذيك الميلونج تاع مزهر والماء. درت فرينه تاع ماما. شوفوا لاباط كيف ما تجي طريه وماهيش هذيك اللي رخفه روحها، تكون حكمه روحها. نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الاقل شي ساعه هكذاك. البنات لاباط هذه ما تعجنش، لموها برك تعجن روحها وحدها. هنا نرجع الكاوكاو تاعي ولا لي امبات، ضفت عليه مغرف حوالي مغرف كبيره ذايبه تاع زبده وتكون بارده ماهيش زبده سخونه. ها الله يبارك جاي يهبل هذا الكاوكاو نخليه يرتاح. هنا بعد ما ارتاحت لي لاباط رايحه نقسمها على 4 اقسام.
كل خبزة نحلها وحدها. هذوك لي بول تاعي نعاود نرجعهم للساشي ونبدا نحل الاولى معاكم. هنا تستعملوا اي طابع عندكم بغيتوه. انا استعملت هذا المدور. البنات هنا اني نعت لكم بركه في الطرق. انا عندي غير ريجستر تاع البركه تاع كاوكاو نورمالمون لوتور كيما قلت لكم تاع هذا الكاوكاو. لافارس تاع الكاوكاو حتكون عاليه حوالي 5-6 سنتيمتر للناس اللي عندها اعراس وعندها مناسبات. انا تلمو الكونتيتي تاعي تاع الكاوكاو قليله. راني الحبات تاعي درتهم هابطين ماهمش هذوك الحبات طول العلين اللي يشبهوا المايده ويعمروا العين. مي الحمد لله هكا باه نعتلكم وتستفادوا. وممتو انا راني خدمتهم برك للدار باه نقطع منهم يعني كميه كبيره. البنات يعني تعبكم راحه. مي راني نبذل حتى انا في مجهود. نتمنى تحطوا لي كومونتير وراني ان شاء الله نحط لكم غير جديد اموا. هذاك الكومونتير راح يعاونني باه نقدم لكم حاجه باهيه ويشجعني البنات. احنا البنات بعد ما بسطت هذيك العجينه تاعي الكاوكاو ولا لافارس تاع الكاوكاو هذوك اللي حليتهم الاول تاع لاباط المدورين راح ندهنهم بشويه بيض البيض باه يلصقولي هنا في هذيك لاباط تاع الكاوكاو. البنات كيما قلت لكم الكاوكاو نورمالمون يجي عالي. العجينه هذيك تجي عاليه الدوب على واش درت انا باه تجيكم الكعبه ربي يبارك كبيره وتعمر العين ليسونسيال. هاني قلت لكم السبب وعلاه ان شاء الله تكونوا فهمتوني. باه ما نكثرش عليكم الهدره برك. انا ما ننصحكمش البنات بهذه الطريقه يعني راح تعبكم شويه. انصحكم بالدوزيام هذه اللي راني حنديرها معكم دركا. نحل هنايا معاكم العجينه وندهنها بيض البيض ونزيد لها من الفوق هذاك الكاوكاو ونعاود لها عجينه واحده اخرى من الفوق. قبل ما نعاود العجينه من الفوق راح نزيد ندهنها بيض البيض ومن بعد حاجات نثقبها بلا تنفخلي ولا تصرى لها اي حاجه في الكوشه تاعنا. وانا هكا راني نطبع في العجينه تاعي. البنات طبعوا كيما بغيتوا وبالطابع اللي بغيتوه واللي حالكم في العين واستعملوا الطريقه اللي عجبتكم. البنات هذوما لي شيت راني ما نطيشهمش مامكو فيهم بياض البيض ومام فيهم هذاك الكاوكاو راح نخلطهم مع العجينه عادي بيصلحوا لي نورمال ما طيشوش نعمه ربي. هنا درت حربوش وحليت العجينه هذيك تاعي. من بعد هذه الطريقه الاخرى البنات بعد حطيت الحربوش في وسط العجينه ونحاول اني نرولي العجينه وفي وسط الحربوش نرولها دوره كامله ونصف ونقفلها مليح البنات ونقصها هكا قص عشوائي ولا باه يجيكم حبات كامل كيما بعضاهم قد بعضاهم البنات. ديروا دودوا ولا انني ندير عيني ميزاني ونزل باه نعتلكم برك. هاي البنات طريقه عودتها لكم شحال من مره. وكي تجوا راح تقفلوا الحربوش تاعكم دوره ونصف في هذيك النصف البنات زيدوا ديروا بياض البيض. هنا بياض البيض الدور تاعو انه لاباط تلصق في بعضها وما تحلش ليكم. هنا كي وحنا الرول والبنات ما تخلوش الهواء يدخل رولي ديريكت ما تخليش لي سباس بين العجينه وهذاك الكاوكاو. دونك البنات هنا اي طريقه اخرى راني نقص في الموس 1 2 3 4 5 السادسه نقص الحبه كومبلي. درك نوريلكم كيف ما هنا البنات تعاودوها 1 2 3 4 5 السادسه تقصوا الحبه قد البنات. هذا شكل واحد اخر. سيرتو البنات اذا درتوا الملون الابيض راح تجيكم خير وخير. هذه الغريبه صدقوني البنات اذا عندكم ثاني الغارنيتور تاع المكسرات من الفوق راح تجيكم روعه. هذه طريقه اخرى البنات تاع ليمونشون. هذه اللي تليق فيها كما قلت لكم المكسرات جوز لوز بندق اللي عندكم راح تزينها. هنا تزين اختياري البنات بلي عندك في الدار شويه كاوكاو برك من اللي ريحيتي هذاك تنحيه قبل ما ديري له زيتيتو تزيني به عادي. انا عندي هنا
ورق الشوش هذا كان يعني متوفر عندي في الدار. يعني البنات ما كلاه تكلفوا رواحكم، ديروا بلي عندكم باركو ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لاغوسات. تكونوا والبنات وجدتوها تحطوها في البلاطو تاعكم، وتكون الكوشه سي ديجا راهي شاعله قبل بربع ساعه، تحطوها 180 درجه تشعل غير من التحت برك البنات، ما طيبش من الفوق. من الفوق راها ما طيبش. وبالصحه والهنا.